يوسف ايمن حسب كلام مع مصدر قريب جدا من اللاعب ان لو مشي خلال الثلاث ايام دول هيرجع على 3 ايام 3 ايام اللي احنا فيهم دول هيرجع على الدحيل القطري. تمام. والدحيل سيعيره الى احد من الفريقين العربي او الشمال. طب هو ينفع؟ ما هو ما لعبش مع الدحيل، ما لعبش مع الدحيل اي ماتش، فهو بالتالي كان معرض ده فهيرجع وهو ما لعبش مع الدحيل وهيلعب عادي مش مشكله. فدي قصه يوسف ايمن. محمود عبد المنعم كهربا والكلام الكتير بقى الناس كلها قالت لك خلاص والعرض راح ليبيا. محمود عبد المنعم كهربا لا يميل للعرض الليبي باي شكل من الاشكال. هو في اتفاق بينه وبين النادي الاهلي انه لازم يخرج يشارك الست شهور دول عشان يبقى ليه فرصه انه يلعب يرجع لك كاس العالم للانديه. يعني كهربا من المتوقع رحيله او اعارته في يناير. هو في اتفاق انه يطلع عرض، بس هو العرض اللي موجود عند اللاعب دلوقتي وعند النادي الاهلي هو عرض السويحلي الليبي. مفهوم. لكن اللاعب لا يميل للفكره دي. وطلب مهله شويه كام يوم عشان يحاول وكيله يدبر له عرض في الخليج عشان يروح له، لان هم مش شايفين الوضع. يعني الدوري الليبي مش هو يعني